السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سر تنوع عبارات سيدنا الخضر في سورة الكهف حينما قال فأردت فأردنا فأراد ربك؟ حين قال فأردت فأردنا فأراد ربك. فأردت لما خرق السفينة قال فأردت أن أعيبها، لما كان خرق السفينة إفسادا ظاهرا نسبه إلى نفسه تأدبا مع الله عز وجل. فأردنا لما قتل الغلام قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، جاء بالجمع لأن في القتل إفسادا فنسبه إلى نفسه، وفي التبديل إنعاما فنسبه إلى الله عز وجل. أما فأراد ربك لما بنى الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم وصلاح لهما نسبه على الله عز وجل. الطريقة المعهودة في القرآن الكريم هو أن أفعال الإحسان والرحمة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر فاعلها منصوبة إلى الله عز وجل ولا يبنى الفعل معها للمفعول. وإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول تأدبا في الخطاب. ومن قوله أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب الهداية والإحسان بالطعام والشراب إلى الله عز وجل. ولما جاء إلى ذكر المرض قال وإذا مرضت، ولم يقل أمرضني، وقال فهو يشفين. شكرا.